يا مساء السعادة على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني وشكرا لكل دعواتكم وتعليقاتكم الجميلة. والله بجد ما عارفة اقول لكم ايه. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو حلو جدا جدا، فيديو مجمع للحلويات الشرقية الشهيرة اللي بنعملها في رمضان. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات وقولوا لي بتتابعوني منين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة انا عندي هنا كوبايتين من الدقيق، نص كوباية من دقيق السميد بنفس الكوباية، معلقتين من الحليب البودرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح صغيرة. دي كده كل المواد الجافة اللي هنستخدمها، كلها بسيطة خالص. وهحط كمان عندي معلقتين من جوز الهند او ربع كوباية يعني. دي اختياري، عايزة تضيفيها ضيفيها، بس بتضيف اضافة حلوة جدا جدا في الوصفة. هخليهم على جنب. وهجيب بقى عندي هنا نص كوبايه سمنه على على زبده. تقدروا تستخدموا سمنه بس او زبده بس او خليط ما بين الاتنين، مفيش مشكله. هضيف نص كوبايه من السكر البودره عليهم، هدوبهم مع بعض. وبعد كده هبدا ان انا هضيف عندي بيضه واحده بدرجه حراره المطبخ. هقلب كله مع بعض وعادي، مش محتاجين خلاط ولا مضرب ولا اي حاجه، يعني بالسباتولا او بالمضرب اليدوي مفيش مشكله. هضيف عندي كمان هنا ربع كوبايه من الزيت، هتديني برضو سنه قرمشه وخفيه كده للوصفه. هقلبهم مع بعض وهضيف فانيليا علشان البيضه، نص معلقه صغيره من الفانيليا. كده كل المواد السائله اللي انا هستخدمها برضو خلاص، كده الوصفه خلصت. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط المواد الجافه على المواد السائله بتاعتي، وهقلبها كده باطراف صوابعي، ومش عايزه اعجن فيها كتير، هي حاجه كده حساسه، عامله زي البسبوسه يعني، طعم فيها ترميله البسبوسه عشان فيها نص كوبايه من دقيق السميد. كوبايتين من الدقيق العادي ونص كوبايه من دقيق السميد، فعايزه اقول لكم بتبقى مرمله من جوه وطعمها رهيب رهيب يا بنات. دلوقتي بقى انا العجينه اول ما تلم معايا ما تبقاش مفروله، خلاص اوقف عجن، خلاص هي كده بقت تمام معايا. ما بتخمرش طبعا، ما فيهاش خميره ولا حاجه، ما فيهاش خميره خبز يعني قصدي، بس فيها بيكنج باودر. هختبر العجينه، خلاص بصوا ما بتفرولش، بس طريه كده وناعمه معايا، خلاص بقت تمام. يعني اقدر ان انا اشكلها او امسكها واشكلها، مفيش مشكله. لو فيها تشققات بسيطه مفيش مشكله برضو. هاخد كده ايه قطعه حجم ايه معلقه صغيره، وهبدأ ان انا هلفها بين ايديا بالشكل ده، اعملها كورة بسيطة بالشكل ده. هي كده كده هتنفش شوية معانا او هتفرش شوية معانا، حاجة بسيطة. دلوقتي بقى لو عايزة تحشيها من فوق او تحطي عليها اي مكسرات، هتعملي لها ايه زي تجويف بصباعك كده، ايه تجويف صغير. هتخليها مش هتحطي عليها حاجة، هتخليها سادة زي ما انا هعملها. ما تعمليش فيها التجويف اللي هو فوق ده، انا بس حبيت اوريكم ان ممكن نحشيها من فوق اي حاجة بنحبها، ولما بتكون سادة برضو بتكون جميلة. الصينيه دي كده نص الكميه، النص التاني هيعمل لي صينيه تانية بالشكل ده. هدخلهم الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. اول ما يبداوا ياخد لون ذهبي من تحت اشغل لهم الشوايه. بصوا بتاخد لون يعني ما بتاخدش اكتر من تلت ساعه في الفرن وبتطلع تحفه. اول ما تطلع من الفرن تكوني مجهزه لها شربات زي شربات البسبوسه. كوبايتين من الميه، وكوبايه واحده من السكر، وضيفي لها عندك كمان معلقه عسل جلوكوز ورشه مع رشه فانيليا. بعد ما تخرج يعني بعد ما تشيليها من على النار، هتخليهم يغلوا على النار. وبعد كده تبداي ان انت يعني يا دوب يغلوا كده غلوتين، شربات خفيف زي بتاع البسبوسه بالظبط. ولما بنضيف الشربات وهو سخن، وهي كمان بتكون سخنه ولسه طالعه من الفرن، بتتشرب الشربات كله. ضيفي كل كميه الشربات تشربه معاكي، بتبقى من جوه مرمله وشاربه الشربات، وعايزه اقول لكم معسله كده، وطعمها جميل جدا جدا. كميه السميد اللي فيها بتخليها تشرب كل الشربات، وبتخليها مرمله من جوه جدا، وطعمها بيبقى دايب في البق. عايزه اقول لكم والله يا بنات خطيره، مش هتبطلوا تعملوها، حاجه كده ناعمه وبتدوب دوبان. جربوها، مقاديرها بسيطه وموجوده عندك في البيت. تعالوا بقى نشوف الوصفه التانية، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الوصفه دي. عندي هنا كوبايتين من الحليب، 3 اكواب من الحليب. هضيف عليهم 4 معالق من الكاسترد. الخطوه دي الاول نعملها قبل ما نبدا في الوصفه، علشان عايزين يعني ايه خليط الكاسترد ده يبقى الى حد ما يبقى دافي. بعد كده هبدا ان انا هضيف عندي 3 معالق من السكر. ممكن تضيفي سكر وممكن ما تضيفيش، يعني في ناس ما بتضيفش، ما بتحبش الحاجه مسكره قوي، الناس دي ما تضيفش سكر. بس السكر يعني ايه حاجه بسيطه، انا ضفت 3 معالق بس على كل الكميه دي. هخليهم على النار يغلوا، وبعد كده هغطيهم واخليهم على جنب لحد ما يبقى يبردوا. نغطيهم ضروري علشان ما يعملوش الوش ينشف معانا. بعد كده جيبي اي كميه فاكهه موجوده عندك،
والوصفة دي أنا عايزة أقول لكم كلكم حبيتوها، وأنا فرحت جدًا، جدًا من تعليقاتكم والله الجميلة، وكمان صفحة الفيسبوك ما شاء الله تطبيقاتها حلوة جدًا. أنا استخدمت موز، واستخدمت فراولة، واستخدمت كيوي. طبعًا تقدري تستخدمي الفاكهة اللي موجودة عندِك ما فيش مشكلة. قطعتهم ترانشات صغيرة واخليهم على جنب، مش هيحصل لهم حاجة ولا هيسودوا ولا حاجة، لأن إحنا بنشتغل بسرعة، وفي نفس الوقت آآ هُم مش هيقعدوا كتير، هُم يا دوب كده يعني إحنا بنحضّر كل الوصفة ما تاخدش معاكِ نُص ساعة، فهي ما فيش وقت إن هُم يسودوا معاكِ ولا حاجة. والناس اللي خايفة الموز يسود خلّيه للآخر ما تقطّعيهوش، ما فيش مشكلة، بس أنا قطّعت كده، استخدمت كده وقطّعت كده وما حصلّهمش أي حاجة. هتجيبي بقى نُص كوباية من الزبدة المذابة، تقدري تخفّفيها ما بين الزبدة والسمنة، أو السمنة والزيت، أو الزيت وسمنة وزبدة زي ما أنتِ عايزة، أي نُص كوباية مادة دهنية متوفّرة عندِك تقدري تستخدميها. عندي هنا لفة جلاش، وأي قالب أو صينية موجودة عندِك تقدري تستخدميه. لفة الجلاش اللي أنا استخدمتها نُص كيلو، باخد بادهن الأول البايركس دهنة كويسة جدًا، جدًا من تحت من القاع ومن الجوانب، علشان لمّا أسكّن الجلاش يبدأ إن هو آآ يلزق معايا على الجوانب والأطراف ويعمل معايا سور بالشكل ده. بعد كده باخد كل 2 لازقين في بعض، عشان السؤال ده اتسألته كتير، كل 2 لازقين في بعض بابدأ إن أنا أحطهم، عايزة يبقى في سور وفي أطراف جاية من فوق كده ومتبقية، علشان أنا كده هاتخلّص منها وهاحتاجها كمان في الوصفة، وفي نفس الوقت أنا عايزة يبقى في أطراف علشان هي كمان يتعمل لها سور من فوق. لو أنتم حطيتوها من غير أطراف مش هتعرفوا تتحكموا أوي إن هي يبقى ليها سور من فوق بالشكل ده. ومرّة اعمليها جنب يمين، ومرّة اعمليها جنب شمال، ومرّة حطيها في النُص، ما فيش مشكلة خالص. المهم اعملي توازن وأنتِ بتضيفي ورقات الجلاش، علشان يبقى كلّه في اتجاه واحد، أو كلّه متساوي، ما يبقاش في حتّة فيها كتير طبقات جلاش مش مستوية، وحتّة مثلًا فيها طبقات جلاش قليلة فتبقى رقيقة معاكِ، لأ. بُصّوا أنا باعمل إيه، باحط مرّة يمين ومرّة شمال، وحتى الأطراف اللي هي الجانبية دي باعمل برضه فيها مرّة بالشكل ده. وما بين كل طبقة وطبقة ضروري، أو يعني طبقتين لازقين في بعض كل مرّة باحطهم، ضروري أمسح مسحة زبدة كويسة، وبرضه أدهن الأطراف كويس اللي هي الجوانب، علشان لمّا آجي أحط التانية تبقى متسكّنة. يا رب أكون عرفت أوصف لكم، ما أكونش رغيت كتير في الخطوة دي، معلش يعني أنا يعني إيه، باحب أدّي لكل حاجة، يعني في أسئلة باتسألها كتير، فباحاول إن أنا أفسّرها أكتر، يعني في ناس ما كانتش فاهمة الخطوة بتاعة التطبيقات دي. المهم هي أي صينية تنفع، كمان بالنسبة للأسئلة اللي جات لي، أي صينية مش لازم بايركس، أي صينية بتتفتح من الجنب، أي صينية ألمنيوم تنفع جدًا، جدًا، ما فيش أي مشكلة. أنا هاستخدم قد إيه من الجلاش، استخدمت نُص كيلو، واستخدمت كل الكمية مرّة واحدة. تمام، أنا كده خلّصت الورق جلاش بتاعي كلّه، هابدأ إن أنا برضه هادهن دهنة كويسة من الزبدة، وهاخد سكينة تكون رفيّعة، أي سكينة يعني، وهابدأ إن أنا هامشي على الأطراف من ورا، يعني من برّه كده، ما اخلّيش إيدي لجوّه لأ، أخلّيها من برّه، وأمشي على تحديدة أو حرف البايركس كده، بحيث إن أنا أشيل كل الأطراف بس، واحتفظ الكمية كلّها اللي جوّه، علشان هي كده لمّا تستوي هتحسّوا إن هي زي بتقصر شوية لتحت. فما تحاولوش إن أنتم تخلّوها من تحت، ما تقطّعوش من جوّه، قطّعوا من الأطراف. الأطراف اللي إحنا قطّعناها دي هناخدها كلّها وهنستخدمها دلوقتي. دلوقتي بقى أنا هادخّلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. أنا يعني ما احتجتش أشغّل الشواية إلا حاجة بسيطة أوي، ممكن تاخد حرارة الفرن وتاخد سِوَى كامل من فوق ومن تحت، وممكن تحتاجي تشغّلي لها الشواية آخر دقيقة بس كده. الأطراف بقى اللي اتبقِّت معايا هابدأ إن أنا أحطّها في صينية تكون مدهونة، علشان هاستخدمها في التزيين، وممكن تعملي منها كبّات ما فيش مشكلة. هاخد كل الأطراف وهابدأ إن أنا أقطّعها كمان تقطيعة كده خِشنة عادي ما فيش مشكلة، وهادّيها مسحة زبدة كده خفيفة، أو فرشة أو 2 زبدة، يعني حاجة بسيطة خالص، هي ما بتاخدش وقت خالص، وبتستوي قبل الصينية اللي في الفرن. وبعد كده بتطلع بقى شكل الصينية في الآخر بيبقى شكلها عامل كده، علشان كده كنت باقول لكم قطّعوها من برّه، عشان بُصّوا كإنها بعد ما نفشت نزلت لتحت شوية، وبقت الحروف بتاعتها أقل من حجم الطاجن اللي أنا عاملة فيه. دلوقتي بقى تكوني مجهّزة عندِك شربات بارد، وابدئي إن أنتِ شرّبيها حوالي نُص كوباية من الشربات، مش أكتر من كده، شرّبيها من تحت ومن الجوانب ومن بين الطبقات ومن النُص، ما فيش أي مشكلة، هتتشال معاكِ بمنتهى السهولة. يعني بعد ما تشرّبيها فورًا تروحي شايلاها من البايركس، أو من القالب أو الصينية بتاعتِك، هتخلّيها على جنب وخلاص. الفاكهة إحنا محضّرينها من قبل كده، ومحضّرين كمان عندِك كريمة الكاسترد. بُصّوا كريمة الكاسترد ما لحقتش إن هي تبرد كمان أوي، لإن إحنا خلاص
يعني هو كله ورا بعضه، كل الخطوات ورا بعضها. يعني ايه، اعمليها بالترتيب اللي انا قلت لك عليه. انا هخلط الفاكهه، مش هيجرى لها اي حاجه عشان ناس كتير سالت. الفاكهه اما اتحطت على الكاسترد هو سخن، هو مش سخن قوي وبيطلع بخار علشان احنا بس الجو ساقع قوي، انما هو يعني ايه دافي. زي ما هتلاحظوا معايا كمان هو حجمه او سمكه تقل شويه، مفيش اي مشكله. الناس اللي قالت هو كده من تحت هيعجن، لا هو مش هيعجن، هي تفضل مقرمشه، لان احنا عاملين طبقات كتيره جدا جدا من الجلاش، طبقات كتير زي ما حضراتكم شايفين، سمكها عالي وقرمشتها هتبقى عاليه. الطبقه بس اللي ملامسه للكاسترد هي اللي هتطرى معاكم شويه، ودي طعمها هيبقى احلى حاجه في الوصفه على فكره. والوصفه بتقعد باليومين معاكي، ما بتطروش ولا بتبوظ ولا اي حاجه. كمان قدرت ان انا اشيلها بمنتهى السهوله، متماسكه جدا جدا، قدرت اشيلها بمنتهى السهوله من الصينيه واقدمها على طبق تقديم، وتقدري تعمليها في العزومات خطيره جدا. الشويه بقى اللي اتبقوا معانا وكنا حاطينهم في صينيه، حبيت ان انا اضيفهم كده في التزيين، تقدري تزيني بيهم او تعمليهم قبات، مفيش اي مشكله خالص. كمان شلت شويه من الفاكهه كده وحبيت ان انا ازين بيهم، وتقدري تزيني باي حاجه موجوده عندك، او ترشي بس عليها من فوق قطع فراوله متقطعه قطع صغيره. ومش لازم تستخدمي كيوي لو مش متوفر عندك، ممكن قطع فراوله بس في الوصفه دي، او قطع موز، او الاتنين بس. تقدري تزينيها باي طريقه تحبيها، انا حبيت اديكم فكره بس بسيطه للتزيين. ودي كانت طريقتها. بتتقطع وبتتقدم بمنتهى السهوله، بتتقطع قطع عادي جدا، علشان الناس اللي قالت مش هتنفع تتقطع انا قطعتها لكم اصلا في الفيديو الاساسي بتاع اللي كنا مجمعين فيه. ودي كانت الوصفة الخطيرة اللي بجد عجبتكم كلكم، وكل تعليقاتكم بجد تحفة. أنا رديت تقريبا على كل الأسئلة، وقلت لكم على كل حاجة بالتفصيل اللي أي حد هيفضل يعني هيبقى عايز يعملها، يقدر ان هو يعملها بمنتهى السهوله. وانا كده جاوبت على كل الاسئله. تعالوا بقى نعمل الوصفه اللي بعد كده. ومقادير الشربات بتاعها: كوبايتين من السكر، كوبايه وربع من الميه علشان يديني شربات تقيل. دي المقادير المظبوطه لاي وصفه شربات تقيل. حطي كمان معلقه او معلقتين كبار مليانين من العسل الجلوكوز متوفر عند اي عطار. وحطي كمان عصره ليمونه، وخليهم يغلوا لمده 8 دقائق على النار. وبعد كده تبداي ان انت تشيليهم وتخليهم يبردوا تماما، تضيفي لهم فانيليا، وهيبقوا معاكي بالشكل ده خطير. دي احلى طريقه تعملي بيها الشربات التقيل. عندي بقى هنا كوبايتين من الدقيق العادي، الدقيق العادي جميع الاستعمالات. هضيف عليه نص كوبايه من دقيق السميد، اللي هو دقيق البسبوسه من غير اضافات. هضيف كمان عندي نص معلقه صغيره من الخميره، مش اكتر من كده، وعلشان احنا في الشتاء. لو احنا في الصيف هنضيف ربع معلقه صغيره من الخميره. هضيف كمان معلقه صغيره من السكر عشان تديني لون موحد، ورشه ملح بسيطه، وباكت من الفانيليا علشان يديني ريحه كويسه. ما فيهاش بيض الوصفه دي ولا فيها اي حاجه. هستخدم فيها 3 معالق كبيره من السمنه اللي هي معلقه الاكل العاديه. وهستخدم كمان 3 معالق من الزيت اللي هي معلقه الاكل العاديه. بصوا بقى، استخدموا اهم حاجه يعني اي زيت متوفر عندك، واي سمنه متوفره عندك، وينفع زبده، وينفع كله زيت، وينفع كله سمنه. بس السمنه بتدي طبعا طعم مع الزيت. لو هنضيف كله زيت يعني ايه برضو هينفع، يعني لو في حد مثلا عنده عايز يعمل الوصفه صيامي يستخدم الزيت، مفيش اي مشكله. انما لو عندك سمنه ما تستغنيش ان انت تضيفي السمنه، بتدي طعم حلو جدا جدا. هبس الاول كل المواد الجافه بالسمنه والزيت، وبعد كده لما يتبسوا كويس ويبقوا عاملين زي الرمل المبلول، تضيفي بقى نص كوبايه من الميه ضيفيها. بس ممكن تحتاجي معاكي معلقه كمان، وممكن لا، يعني انا ضفت من نص كوبايه ومعلقه. ضيفي الميه بالتدريج لحد ما العجينه معاكي تبقى متماسكه. العجينه بتاعت صوابع زينب ما بتبقاش طريه يا بنات، بتبقى متماسكه زي ما حضراتكم شايفين. يعني اول ما تلم خلاص وقادره ان انت تشكليها، خلاص كده خلاص كده كفايه. ما بنعجنش كتير كمان علشان فيها دقيق سميد. وكمان بنريحها بس 5 دقايق، ما بنخليهاش تخمر. تمام. دلوقتي بقى انا هبدا ان انا هقطعها قطع كده تكون متساويه، وشكليها باي طريقه انت بتحبيها. وقفليها لو عايزاها مش مفتوحه من فوق، هتقفليها كويس. وبعد ما تخلصي كل الكميه ابداي ان انت اقليها فورا. لو هتعملي كل الكميه اللي احنا عملناها دي، انا قليتها في طاسه واحده. لو هتقليها في على اكتر من مره، يبقى اللي تشكليه تقليه، وبعد ما في نص التسويه كده ابداي ان انت شكلي غيره، وابداي ان انت تقليه علشان ما تخمرش معاكي. لما بتخمر معاكي بتبتدي ان هي تنفش جامد قوي، والرسمه بتاعتها بتروح. تمام. لان هي فيها طبعا خميره وحجمها بيزيد.
دلوقتي بقى انا هسويها على درجة حرارة. بعد ما احط كل الكمية بهدي النار، يعني احط كل الكمية والنار تكون متوسطة، وبعد كده اهدي النار واخليها تتحمر براحتها علشان تطلع معانا مقرمشة. تمام. دلوقتي بقى انا مجهزة طبعا الشربات مقديره مش في اخر الفيديو ولا حاجة يا بنات، انا حاطته في اول الفيديو. دلوقتي بقى انا هاخدها من الشربات تكون سخنة واحطها، اخدها من الزيت تكون سخنة واحطها في الشربات، واسيبها كده تتشرب من الشربات براحتها لحد ما تبدأ ان هي تبقى من جوه متعسله، ما تبقاش ناشفه، لان في كتير بيشتكوا ان صوابع زينب بتبقى ناشفه علشان انتي بتستعجلي عليها وتشيليها من الشربات فبتلحقش تشرب الشربات. كمان المقادير بتاعتها اما بتبقى مظبوطه والشربات بيبقى تقيل ما بتستراش معاكي بسهوله، بتفضل مقرمشه ومعسله. شايفين عامله ازاي؟ معسله ومقرمشه لاخر واحده، وتقعد معاكي يومين وثلاثه واربعه كمان بنفس الطريقه. العسل عمره ما هيسكر معاكي لو عملتيه بالطريقه دي وحطيتي عسل الجلوكوز وخليتيه يغلي على النار لمدة 8 دقايق. خليه يبرد برده، ما نستخدموش وهو سخن علشان ما يطراش معانا صوابع زينب. وتقدري كده تعملي صوابع زينب، بيبقى عندك كل المعلومات اللي تقدري تعمليها وعمرها ما تفشل معاكي وتطلع معاكي احلى من بتاعه بره 1000 مره. لو ليكم اي سؤال وانا فاتتني اي حاجه ما قلتهاش اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم فورا. ودي كده كانت صوابع زينب، ودي وصفه معتمدينها عندنا من التراث في رمضان وفي كل الاوقات في الشتاء، بما اننا كمان في الشتاء تقدروا تعملوها الولاد. هي مقاديرها بسيطه وانا بعمل كميات قليله من المقادير علشان كله يقدر يجرب الوصفه ويجمد قلبه وما يخافش ان هي تبوظ منه، والمقادير تبقى بسيطه وان شاء الله تبقى متوفره كلها عندكم في البيت. وتعالوا بقى نعمل الوصفه اللي مفيش اسهل من كده. قولوا رايكم في الوصفات اللي فاتت. وعندنا بقى هنا 3 اكواب من الحليب و4 معالق من الكاسترد. واللي مش عنده كاسترد في اي وصفه بقول فيها كاسترد بديلها على طول النشا، والكاسترد بيبقى عباره عن نشا و يعني لون غذائي، وكمان بيبقى فانيليا بس كده. انما هو النشا بس ده ملون شويه وطعمه فانيليا. بقى ممكن تستخدمي النشا بدل الكاسترد وتضيفي له فانيليا مفيش مشكله. هخليهم يغلوا على النار وبعد كده ارفعهم واغطيهم على جنب. اكون جبت بقى عندي نص كوبايه من الزبده ولفه الجلاش المعتاده بتاعتنا. لفه الجلاش اللي على طول بنعملها حلو وحادق، كل الوصفات فيها لفه جلاش. مش عارفه يعني مش عارفه اعمل ايه بصراحه. بحب الجلاش جدا حلو وحادق وبستخدمه في وصفات وبحب انوع فيه زيه زي صدور الفراخ بالظبط. وصفاته لا تعد ولا تحصى وسهله، يعني السهل الممتنع بصراحه. المهم انا هاخد الصينيه بتاعتي دي مقاس 40، اكبر صينيه في الطقم المستطيل. ممكن تستخدموا الصينيه اللي قبلها مفيش مشكله خالص اللي هي اصغر من كده شويه. انا عندي هنا نص كوبايه من الزبده على سمنه او زبده على زيت مفيش مشكله. وهبدا ان انا هاخد ورقه ورقه من لفات الجلاش وهلف بيها الصينيه الاول. هقفل يعني هلف حوالين داير كده الصينيه علشان نقفل على الحشوه وما تخرجش بره الصينيه بتاعتنا وتلزق في الصينيه وتبهدل الدنيا. احط نص كميه الجلاش وبعد كده احط الحشوه بتاعتي اللي هي الكاسترد او النشا او المهلبيه او القشطه الكدابه زي ما انتوا عايزين. وهبدا ان انا هحط عليها معلقه كبيره من القرفه. يا الله على الوصفه، يا الله على اي وصفه فيها قرفه بموت فيها. اول ما الولاد يقولوا لي اعملي سينابون اخترع لهم اي اختراع فيه قرفه يقلب سينابون على طول. يقلب طعم السينابون. فعايزه اقول لكم طعمها حلو جدا. هبدا ان انا هقفل على، بصوا المفروض ان احنا نخلي الحشوه تبرد تماما وبعد كده نقفل عليها. لو خليتوها تبرد تماما وبعد كده قفلتي عليها هتقطعي الجلاش قبل ما تدخليه الفرن. لو خليتيها سخنه وهتقفلي عليها باقي الجلاش هتدخليه الصينيه الفرن من غير تقطيع. لان احنا لو قطعنا الجلاش والحشوه مش بارده معانا ولسه طريه من جوه، كل الحشوه هتطلع معاكي من بين التقطيعات وهتسيح في الفرن وهيبقى طعمها حلو بس شكلها مش هيبقى اظرف حاجه وهتتحروق من فوق. انما بقى لو انتي مستعجله زي حالاتي وحطيتي والحشوه برده سخنه من جوه وهتقفلي عليها الجلاش وبالراحه وشغاله تمام بالراحه، هتدخليها زي ما هي الفرن من غير تقطيع زي ما انا عملت. بس انا بفضل لك، انا كشيماء بفضل لك شكلا وموضوعا تخلي الحشوه تبرد وبعد كده ضيفي عليها باقي كميه الجلاش. هتدخليها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. هتلاقيها فصلت من الجناب واحمرت. شغلي على الشوايه اخر دقيقتين. بعد بقى ما تطلعيها من الفرن فورا شربيها شربات عشان الناس اللي قالت التشريبه مش موجوده او مش متوفره او مفيش حليب مكثف.
مفيش مشكله خالص يا بنات. هتشربيها هتشربيها شربات، مفيش مشكله. التشريبه بقى سهله جدا جدا، يعني عايزه اقول لكم يعني حليب مكثف عملته في البيت ونزلت لكم فيديو قبل كده، لو عايزين طريقته هكتبه لكم في التعليقات. الوصفه اللي بعد بقى كده بقى كوبايه سكر ونص كوبايه ميه وعسل جلوكوز وعصره ليمونه لو متوفر، يغلوا 5 دقايق على النار، حط لهم فانيليا واخليهم يبردوا تماما، مفيش اسهل من كده. هتكوني جهزتي بقى عندك كوبايتين من الحليب، 3 معالق كبار من النشا، كانش عندي كاسترد فاستخدمت نشا عادي، وممكن بنستخدم بدل النشا كاسترد يعني زي ما متوفر عندكم مفيش مشكله. هضيف لها مكعب زبده وفانيليا، وهقلبهم تقليب مستمر لحد ما القوام يبدا ان هو يربط معايا ويبقى بالشكل ده، تبقبق معايا علشان طعم النشا ما يبقاش ظاهر معايا. القوام اول ما هيتقل ويبقى سميك بالشكل ده هخليها على جنب، وهجيب عندي نص كيلو من الكنافه. هقطعها بالمقص او هضربها في الكبه ضربتين مش كتير، يعني ما اخليهاش باودر. انا فضلت ان انا اعملها بالمقص، احط عليها كوبايه الا ربع من السمنه، ودي الراعي الرسمي في رمضان يا بنات، خطيره خطيره وصفتها لا تعد ولا تحصى. وانتظروا الفتره الجايه ان شاء الله وصفات للكنافه حصريه مش موجوده. دلوقتي بقى انا هحط عليها معلقتين من كبار من البودر السكر، سكر البودر، وهبدا ان انا هقلبهم مع بعض مع السمنه كلها. الماده الدهنيه ينفع تبقى سمنه مع زبده، زبده مع زيت، زيت مع سمنه، زي ما انتوا عايزين. هدهن الطاسه بتاعتي كويس جدا، ودي لو هتعمليها في الطاسه، هتعمليها في صينيه فرن عادي دخليها الفرن مفيش اي مشكله خالص. هضيف نص كميه الكنافه بتاعتي، وهحاول ان انا اضغطها كويس واعمل لها سور وافرفطها كده من بعضها، ما اخليش فيها اي تكتلات، فيها ما فيهاش اي كتل، علشان تبقى متساويه وتاخد تسويه واحده وكمان تديني شكل حلو من فوق. هنضيف القشطه وخليها بقى تبرد تماما. فاكرين وصفه الجلاش اللي قلت لكم نخلي القشطه تبرد؟ دي زيها، نخليها تبرد علشان لما نيجي نوزع فوقيها باقي كميه الكنافه نضغطها من فوق، ما نحسش ان القشطه بتطلع من الجوانب ولا اي حاجه. انا هخلي القشطه تبرد تماما، احط عليها طبقه الكنافه وهقفلها كويس بايديا بالشكل ده واضغطها بسيط لحد ما تبقى كلها متساويه وحته واحده. تعالوا بقى طريقه التسويه. لو انت مش عايزه تدخليها الفرن، على عين البوتاجاز وعلى نار هاديه وعلى الحرف. يعني بصوا انا مش حاطه الصينيه في النص، انا حطاها الحرف هو اللي على الشعله بالشكل ده، وهفضل ان انا الف فيها باستمرار لحد ما تحسي ان هي احمرت من الجناب، يعني اخذت لون ذهبي من الجناب. وينفع ترفعيها بالراحه كده بمعلقه تشوفيها شكلها عامل ايه. اهم حاجه ما تسيبيهاش دقيقه واحده. هتقلبيها في طبق عادي وتحطي معلقه زبده من تحت او سمنه، وتبداي ان انت تقلبيها بمنتهى السهوله. طبعا الشربات معانا تقيل وبارد وتمام جدا، لازم يكون بارد من قبلها. هبدا ان انا هلفها على الناحيه التانية لمده برضو 10 دقايق، وبعد ما تحمر من تحت واتاكد اشربها الشربات وهي سخنه. بصوا بقى الشربات لما بينزل عليها وهي سخنه وزعيها وتجمع في النص بالشكل ده، وخليها تبرد شويه. بعد ما تبرد شويه هتكون القشطه عندك متماسكه. لو مستعجلين وهتاكلوها في وقتها، القشطه هتبقى سايبه من جوه وهتلاقوها جوسي كده، يعني هتلاقوها جوسي جدا جدا. فانتوا الافضل خليها تبرد. احنا بنبقى على طول مستعجلين، وعلشان التصوير ببقى مستعجله اكتر من اي حد بصراحه. فانا كده جمعت لكم وصفات الكنافه، يا رب تكون عجبتكم واشوفكم على خير. باي باي.